أعزائنا المشاهدين في كل بيت وكل مكان، كل عام وأنتم بخير، ورمضان 23 معانا أكيد راح يكون غير. أكيد راح يكون برنامجنا غير، والشخصية اللي معنا لليوم راح تكون غير. في شهر رمضان المبارك عملنا لكم برنامج مزحة ثقيلة 2 في 1. معنا شخصية الكل حبها في عفويتها، بطيبتها، بضحكتها. بيحترم كرشه أكثر من كل أصحابه. لو بدنا نشوفه دائما على السوشيال ميديا بنلاقيه دائما عامل مشاكل مع طبلون الكهرب، مع بياع الخضرة عامل مشاكل، دائما ماسك فواتير معاه ورايح يسدد في البلديات. كل بلديات غزة بتكره. لو مرق بياع من الطريق ببيع بندوره بطاطا بتناقر ما بتلاقي ينزل فيه منشور. معانا ومعاكم يا جماعة محمد فيصل. محمد فيصل، راح تكون حلقتك اليوم مميزه، كلها ضحك كلها كوميديا. جهز لي حالك يا كبير وحتهز الكرش معنا اليوم. حلقتك جد برميل المندي يا معلم. روح يا ضو روح. يلا يا ابو فيصل يلا. كوميديان من الدرجة الأولى، تنقل بين الخير والشر في الكثير من الأدوار، وأصبح واحدا من أهم ممثلين للدراما الفلسطينية، مصدر سعادة لكل من يجالسه. ضيف حلقتنا اليوم هو فنان فلسطيني رسم الابتسامة على جميع الوجوه الفلسطينية، مبتسم دائما، صاحب ابتسامة رائعة. معنا اليوم الممثل محمد فيصل، أهلا وسهلا فيك في برنامج يوم فرفشة. نورتنا وبنتشكرك لقبولك للدعوة وحضورك اليوم بيننا. الله يسعدك حبيبي، وانا متشرف جدا اني بينكم اليوم. أهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. يعني خلينا نحكي عن بدايتك بالتمثيل. التمثيل في دمي من وانا طفل صغير، بس بدايتي في التمثيل كانت صدفة. أستاذ محمد، يعني حضرتك لعبت كتير أدوار من الشر، منهم أوري. مسلسل فدائي صحيح. كيف كان رد الشارع؟ الشارع كان مبسوط كتير من أدوار الشارع. مين نحكيها بالعامية؟ بصراحة محمد فيصل من مين بغار في الوسط الفني وبحب يكون له منافس؟ شوف، أنا بالوسط الفني أنا بغارش إلا من فنان عالمي طبعا اسمه أرنولد بغار من وسيم الهندي. خلاص. طيب أستاذ محمد، شو رأيك نلعب اليوم لعبة نلتقل إلها لعبة رائعة؟ شريده وعتكون لا، لعبة ضرب الأسود. يلا بدنا نشوفك كيف بالقنص. عيب يا تقنص راجل. الأهداف. جاهز؟ صحيح ايه ولا لا؟ جاهز. جاهز؟ بدك بتشوف هلا عيب نشوف. عيب علي اذا طلعت واحده في النص كله على الجنب. أنا عيب. انا جاهز. أنا جاهز. يلا ننتقل. ننتقل. يلا. بسم الله. كل سهم راح تضرب ونسألك سؤال وتجاوب بكل مصداقية. الجواب الغلط راح يقع السهم، والجواب الصح راح تصيب الهدف. هل محمد فيصل تزوج زواج تقليدي أم عن الحب؟ عن حب. هلا راح ننتقل للمرحلة الأخيرة الثالثة، هي مرحلة البرجر. والله لا تعمل أكيد. الرابع حاضر. عشان أنا حلفت كلمتي ما بتنزلش. أكيد أستاذة نيرة كلمتك ما بتنزل الأرض، ولكن الله يعينك. اوبا علي يا ضمان شغال في المطبخ لما غير طول عمري بعرف. أنا هيك جهزت بدي أبدأ نشوف قصة أنا هيك جهزت وبدي أبدأ نشوف قصة ايش اللي مولع ورا يا عبيد؟ ايش اللي مولع ورا؟ ورا في نار ورا. طب امسك يا راجل، ما حدش يروح ورا. حسام ما تخليش حد يروح ورا يا حسام. يا عم واحد يرن على الاسعاف، كلكم جايين تسالوا. جوال على الاسعاف. ارجع ورا. ولك هات الشريطة، هات الشريطة، هات يا ضياء، هات الشريطة يا ضياء. يا عم رنو. يا عم هاي يا جماعه
تعال ورا تعال ورا تعال ورا. الو معي الاسعاف. خذ احكي مع محمد فيصل، قول له محمد جود ضياء وزيد عملوا فيه مقلب. حبيبي شوف كيف بجري، شوف كيف بجري هو. والله موتة يا ريتك متت يا راجل، ولا اللي صار فينا ولا راح الولد فقعت فيه جاره. اهلا حاجه ضياء ما كملتش لك، ما الهمبرجر راحه. ضياء شفته كيف بجري بعد ابدا ترى كيف بجري ورا ضياء. اليوم البرنامج مزحة جيل 2 في 1 كانت مع محمد فيصل الفنان الكوميديان. حبيبي شرب المقلب يا مي كنغر قلب. حبيبي خذ لك نفس ميه، خذ لك نفس ميه وارتاح. لا والله ميه، ارتاح وريح حالك واشرب المخزوق. محمد فيصل كمان ابوه المقلب الثاني والاخير مع محمد فيصل. مروح تعال هتدور الهمبرجر، جلد الهمبرجر ينحرق خلاص. ترمي الهمبرجر جلد. خلصنا شباب الموجودين جلد الهمبرجر. زيعوا الحلقة كاملة، أنا لبست البدلة وعشان محمد فيصل. أكشن. أكشن. يوسف اذا سعف على الباب اعتذر له، كنا بنصور برنامج 1 2 3 بالغلط. انا بتصدقوا بتامنوا بالله والله العظيم جحت اقسم بالله. طيب طب بس قبل نفتح بس بعد اذنك عشان معنا بنات، في بنات جوا. رجاء في معنا بنات بنات في بنات. طيب ماشي. في معنا بنت جوا. يا استاذ لو سمحت يا عمي، هذه مقدمة برامج عندنا يا استاذ. ما انا ممكن شباب رجاء كاميرات وقفوا، ممكن انا بس بعد اذنكم احكي معاه دقيقه. ابوش بحكوا له انا ابو احمد، تفضل. ابو احمد، يعني افهم لايش دخلتكم ولإيش انتم اجيتوا هيك. طيب هلقيت اقنعني ايش سبب الانفجارات في داخل المكان؟ احنا هنا مش انفجارات في المكان، احنا بنصور قاعدين حلقات يوم فرفشه مع فنانين زي استاذ محمد فيصل، زي مع كثير فنانين صورنا معهم. والانفجار بشكل يومي. وين بتشتغل؟ ممثل ممثل. طيب انت ايش لك في الكاميرا الخفيه؟ طبعا انت ممثل يعني. يا عمي هو ضيف. عفوا احنا جايبينه يا استاذ. انت عسكري اقول لك بشغلك الله يرضى عليك، انا ماخذ حالي لاخر لحظه، انت عسكري تقول لي ضيف، جايبين لي ضيف، ما فهمتش، انت بتفهمش في الفن هذا. رجاء وطي صوتك. انا وطي صوتك الله يسعدك. بحكي معك عادي. والله انا مستعد انا مستعد اجي معك على الموقع واللي بدك اياه ومش بصير. انت بس لحالك، انت والاستاذ والاستاذه وحافظ. لا بخليهاش تطلع معك ولا بخليها تطلع معك. صلي على النبي، محدش يغوت. صلي على النبي، والله لو بدك تاخذنا جثث من هذا ما هي متحركه. صلي على النبي، عيب تاخذ بنت على موقع يا راجل. تحمل مسؤوليه كامله. انت تحمل مسؤوليه. بقول لك خذ منك قاعد. مين قال لك بدي اخذها؟ هاي الشرطه. صلي على النبي، بقول لك اسمع الشرطه النسائيه جايه. ما تغوشش يا حبيبي. لا ابو احمد يا طيب، ضياء. القانون ضياء. كل القانون على راسي من فوق. ضياء. كل احترام كل عني. ضياء. تكلم باحترام. تكلم انت باحترام. انا المسؤول، انا اللي بدي احكي. اجيت تعرف مين انا انا المسؤول. صلي على النبي، انا بدي اعرف. محمد ايش قلت انا لي؟ محمد جودة. أنا محمد المسؤول. جودة. اسمعني أنت بس. المسؤول. هذا اول حاجه استاذ. عيني وراسي كلكم طبعا. خلينا اتكلم زي ما سبتك تحكي. تفضل. ممثل قدير ومعروف، ممثل قناه الاقصى وفي كل المسلسلات الفلسطينيه. الله كل يعطيه العافية. فلسطين بتعرفه، مش ذنب انك بتعرفوش. كل احترام. الاستاذ ضياء ابو زيد فرجين غزه معروف، وانا ممثل معروف ومخرج. الاستاذه نيره الصالح مصوره. معك في دوريه. لحظه بس يا ضياء. الاستاذه نيره الصالح مصوره ومعروفه. حضرتك ممثل شغال معنا وجاي تكمل عليه، هذا شيء بيعنينيش. قول له مش مصورة يا أستاذ محمد. صلي على النبي. الامور بتنحل الشيك يا جماعه الخير.
كيف تنحل الامور؟ انتوا داخلين في الطريق الخطا. طب صل على انت عرف على نفسك. صل على عرف عن نفسك هلقيت، عرف عن نفسك، اعطيه بطاقه، اعطينا بطاقه، مش انت قاعد بتقول له اعطيني بطاقتك، بتقول لي تاخذ بنت ومعك الشرطه النسائيه شغل برضه خليه يعمل شغل، خليه هتروح وهنوصلها شرطة نسائية يا عم خليه يعمل اجراءاته برضه. هروحها لباب هروحها الان لباب اي حدا انت يعترض. ليش هيك بتغوش؟ بغوشش يا اخو اسلوبك يا عم بديش محمد. اول حاجه بدي اقول لك بنفعش تطلع معك لانه يا حبيبي الاستاذ هلقيت يعني صار لازم يعرف. يا استاذ محمد صلى على النبي. ايش المطلوب؟ ايش المطلوب؟ ايش اللي بدهم المطلوب انا بطلع لا لا انت بتطلعش رجاء اسمعوني انا عشان انا معيش أكون تنسيق. قانوني. انا بدي تنسيق معيش تنسيق. للتصوير اول شغله. ثاني شغله بدي تنسيق للانفجارات. ثالث شغله بدي لاي قناه تبعين واي فضائيه. مالوش دخل، احنا طيب شغل احكي داخلي. لك كمان مره، احكي له كمان مره يا احنا شغل لحظة، الله داخلي يرضى على عليك. فكرة. لحظه بس، احنا اول حاجه بنصور داخلي، مش محتاجين تصريح، مش محتاجين ولما نكون شغالين كاميرا خفيه بناخدش تصريح. تمام. وهلقيتي كمان بدي اضيف لك شغله كمان. هذا المقلب الثالث انه انتم مش شرطه وداخلين عليه مش محتاجين. محمد فيصل انا ويا محمد فيصل كم واحد ضايل مش الله كم واحد خلاص قديش ضايل للأمان محمد فيصل مش دخله هذه يعني برنامجنا كان بعنوان 2 في 1 صار 5 في 1 مع محمد فيصل. ضياء المشكله وين؟ انه المشكله وين؟ انه كل الشباب انتبهوا علي وانا قاعد بقول مش ذنبي انه ممثل وعرف عن نفسك كاميرا خفيه وانت عامل هيك. كمان مرة احسن انا على فكره كشفت لك المقلب. انا منتبه مع الحدث لا انت مركز انه ما ياخدش نيره، اهم حاجه ما ياخدش نيره. الا نيره ما حدش ياخذ نيره تبعك. عليها ما فيش بنات بلا مؤاخذه. محمد فيصل من بيتها تقدم برنامج. محمد فيصل توصل بيتها مؤيده مسيده. شهر رمضان المبارك مش حيكون له نكهه الا بمحمد فيصل. محمد فيصل اكل كل المقالب، ما خلصناش معكم. ضحكة محمد فيصل راحت وين يا محمد جودة؟ راحت في الشلخات تبعت علي رسمي وراحت في شاخون. اسمع بدك تختم انت. والله ما انا عارف مش عارف الختمه هذه مقلب ولا مش مقلب. يديكم الف عافيه، ننتظركم شهر رمضان المبارك ومقالب مرتبه وحلوه، والله كلهم دخلوا علي الله يسامحكم يا حبايبي. وهالبرنامج للامانه ناجح جدا باذن الله، ونستنى الشباب الثاني يظبطوه. انتظرونا في شهر رمضان المبارك. وقبل ما تسكر بدنا النقطه تاعت الشرطه. هذه شرطه. ليش الشرطه بتحبس عين هي في خذوا لكم نكته شو اسمها دمها ثقيل معلش. ليش الشرطه بتكره مهندسين الزراعه؟ ليش؟ عشان بيعملوا مشاكل. روح يا غافل إلك الله قصة وعدت عليك.